دوكا نتكلموا على الاربيتراج سي ان اربيت تري فيسيو مبعوث تيليغي دي تزط. ها واش دير في الجزائر؟ قال ها واش دار؟ واش يدير؟ كسر لهم اللعب، نرفيهم، قلقهم. Il faut qu'il y ait une rentabilité en face. Impossible la Coupe دي تخرج من بلاصه واحده. Ça sera ما باليش pour ne pas dire la fin du monde mais مستحيل الكأس هذه تخرج من مكان واحد. لذلك أعتقد بأن مباريات النصف النهائي والنهائي هي فقط شكلية. هذا ما قاله ابن الشيخ والإعلام الجزائري بعد إقصاء المنتخب الجزائري بعد الخسارة أمام نيجيريا ب2-0 وانتقاد الإعلام الجزائري التحكيم وصفا إياه بكارثي، وأن كل هذا من تخطيط القجع وموتسيبي للإطاحة بالقوة الضاربة الجزائر. لذا قبل البدء في مشاهدة الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة. ظلمنا أوكي، لكن حتى نحن لم نقدم مباراة كبيرة من أجل المرور إلى نصف النهائي. بعيدا عن التحكيم الذي جاء في مباراة اليوم بمهمة خاصة وهي إقصاء المنتخب الوطني أمام نيجيريا 2-0. نعم نعترف بالخسارة ونفتخر بالرجال الذين أدوا مشوار الأبطال، لكن للأسف الشديد الطريق كان صعبا ووعرا وشاقا، وانتهت اليوم المسيرة أمام منافس قوي وخبث تحكيم. بندوا فايدة الفاكهة مع الحليب. إفريقيا بعد خسارته أمام نيجيريا 2-0. نعم نعترف بالخسارة ونفتخر بالرجال الذين أدوا مشوار الأبطال، لكن للأسف الشديد الطريق كان صعبا ووعرا وشاقا، وانتهت اليوم المسيرة أمام منافس قوي وخبث تحكيمي كبير، وبعض الأخطاء الفردية الدفاعية وبعض الأخطاء ربما من المدرب بيتكوفيتش. سنتحدث عن كل هذا، عن مشوار المنتخب وعن خسارته اليوم وتوقف مشواره في الدور ربع نهائي مع ضيوفنا الأفاضل الذين يشرفوننا بحضورهم معنا في هذا البلاطو. يتقدمهم المونديالي محمد قاسي سعيد محلل قناة الهداف لاعب الدولي السابق. أهلا وسهلا بك قاسي سعيد. نور محمد. ومعنا أيضا محمد الأمين عودية محلل قناة الهداف محترف سابقا في العديد من الأندية الألمانية المصرية والجزائرية. أهلا وسهلا بك أمين. أهلا محمد. ومعنا أيضا نور الدين بالكبير الصحفي المعروف باسم ميدو. أهلا وسهلا بك ميدو. ومعنا أيضا الناقد الرياضي المعروف محمد لمين بن شبير. أهلا وسهلا بك أمين. شكرا على الاستضافة. ومعنا أيضا نجم التحليل في الوطن العربي وأسطورة مولودية الجزائر لاعب الدولي السابق محلل قناة الهداف علي بن شيخ. أهلا وسهلا بك علي. السلام عليكم الزلف الأول. أهلا وسهلا بكم. إذا مشاهدي الأفاضل دعونا نبدأ وندخل مباشرة في الموضوع. ماذا حدث اليوم قاسي سعيد، وكيف تابعت إقصاء المنتخب الوطني وخسارته وخروجه من الدور ربع نهائي من كأس إفريقيا أمام نيجيريا 2-0؟ والله محمد أنا اليوم صراحة يعني اليوم كسبنا منتخب. نعم كسبنا منتخب حاول يلعب مع ضد المنتخب القوي اللي هو النيجيري. نعم. الملاحظه اللي نجم نقولها لك محمد، كون لعبنا اسبوع ضد نيجيريا اسبوع ما نقدروش نسجلوا عليهم هدف. نعم. وعلاش ما نقدروش نسجلوا عليهم هدف؟ الحكم دار واش يحب في هذه المقابله. يعني تصرف كانه هو اللي يحكم في هذه المقابله. الانذارات بالجمله، خوف اللاعبين تاعنا اذا انت من بدايه انطلاقه المقابله بداوا بالانذارات، ولكن نقول لعبنا ضد منتخب قوي. نعم. ميدو، ما هي مسببات الخساره اليوم؟ اولا باش نتحدثوا كره قدم، منتخب النيجيري كان منتخب قوي، كان واقف مليح فيزيك سوا فيزيكمون ولا تاكتيكمون سيتي سوبيريور. ومن بعد كاين امور تحدث في مباراه كره قدم تغير مصيرها. لقطتين تقدر تقلب لك توت ان تورنو توت ان ماتش. بونس كو ما نقعدوش لاصقين على هذيك لاكسيون. اسمح لي خويا، لا كاف سي اون كاتاستروف. ils ont changé les arbitres la veille des matchs. les arbitres هذوما اللي بدلوهم جاو بور دي ميسيون بريسيز، جاء من اجل مهام خاصه. وهذا يا عيساسي اليوم جاء من اجل مهمه باينه من بدايه المباراه. اخطاء توسكي ماشي 50 توسكي 60 40 يتصفل عليهم. هذه حاجه الاولى. شفنا اللقطه اللي ضربت في اي جي في ركله جزاء واضحه
ما غاديش ندير في ما المسببات. راحش الفار ما كانش الفار، تعاود تلقطه خطره واحده مي لاكسيون دو رامي بن سبعيني اللي جبدها ملالين، حبسنا 3 مينوت تعاود تشافت من كاع لي زون. مي سيتي كلير، لو ميساج اي كلير ابارتيغ دو 8 دي فينال. جو بونس كو هاد لاكوب عندها ديستيناسيون وين راهي رايحه. ايزوغي دو نو دير دال ديبار ما تلعبوش، كنا نلعبوا لا فينال البارح ونحبسوا هنا. ميو كو السينما اللي صرا اليوم، باسكو السينما سي دو سينما، سي با دو فوتبول. راني نحكي التحكيم لكن ماهوش 100%. احنا ما كناش في الماتش، ما درناش اونطام مليحه. قاسي سعيد قال شيء مهم جدا. سعودي الى مردود المنتخب الوطني. انتيميدي لي جوار دال ديبار ومن بعد ولينا خلاص دخلنا في اللعب تاعنا. هل كان المنتخب النيجيري بحاجه لمساعده الحكم؟ منتخب نيجيريا منتخب قوي ومحترم، لو كان الحكم عادلا وخسرنا كنا يعني سنصفق للمنتخب النيجيري. هذا لا يعني بأن المنتخب النيجيري لا يستحق التأهل، يستحق التأهل والمرور، لكنه لا يحتاج لمساعدة الحكام. أولا نشكر اللاعبين المنتخب الوطني والمدرب على كل ما قدموه. هذه كرة القدم فيها ربح فيها خسارة، ولكن نبدأ من ركلة جزاء. نعم في بداية المباراة كانت هناك ركلة جزاء، لو صفرت سجلناها هدف ل0 راح تقلب كل شكل المباراة، ولكن بعد ركلة الجزاء محمد لم نقدم أي شيء. 0 تسديدة على المرمى طوال 90 دقيقة، 0 تسديدة داخل الإطار، حتى لا نبتعد كثيرا عما حدث داخل المباراة. حتى نحن لم نكن حاضرين، ارتكبنا بعض الأخطاء محمد، وفي كرة القدم بعض الأخطاء تدفع ثمنها غاليا. هذه مباريات أمين تلعب على تفاصيل صغيرة. وانا ما نوافقش قاسي سعيد لما قال لك لو قعدنا اسبوع نلعبوا امام نيجيريا ما سجلوش. انا اشوف انه وقعنا في نفس الخطا الذي وقع فيه المنتخب التونسي، وانا كنت اتمنى قبل المباراه ان يبني الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش هذه المباراة وتصوره على هذه المباراة حول مباراة تونس نيجيريا، لأنه المنتخب التونسي احترم كثيرا، بالغ في احترام المنتخب النيجيري، تلقى ثلاثية لما تجرأ وهاجم، سجل هدفين. لو أضاف الحكم 5 دقائق فقط كان المنتخب النيجيري يقدر يعدل النتيجة وتروح للأشواط الإضافية وربما ركلات الجزاء. بالغنا في احترام المنافس محمد. اليوم ما واجهناش البرازيل، صحيح واجهنا منتخبا رائع محترم قوي بكل المقاييس. نعم. منتخب كان يدخل في كل مرة من العمق، منتخب كان ينوع في مصادر الخطورة، يلعب لك على الجناحين، تارة يدخل بالتمريرات القصيرة بالوان تو من العمق. نعم. نوع عنا الرأسيات، تسديدات، كل شيء كان حاضر في المباراة. ولكن في آخر المطاف قلت لك بدون أي كلام كثير نشكر اللاعبين. هذه هي كرة القدم. نعم. اليوم لحقنا الربع النهائي، ولكن أنا النتيجة اللي مستخلصها وما نغيرش رأيي فيها أننا في طور بناء منتخب قوي جدا للمستقبل. أشياء فيها الحلو وفيها المرارة، فيها التأهل وفيها الإقصاء. اليوم مثل ما قال بن شبير الحكم ظلمنا أوكي، لكن حتى نحن لم نقدم مباراة كبيرة من أجل المرور إلى نصف النهائي. بعيدا عن التحكيم الذي جاء في مباراة اليوم بمهمة خاصة وهي إقصاء المنتخب الوطني. نعم. من الربع النهائي. نيجيريا يستحق الفوز. نعم. نظرا لما قدمه طيلة أطوار اللقاء. المنتخب الجزائري انتهى بدنيا في مباراة الكونغو، نقولها بالفم المليان. نعم. نقولها بالفم المليان. وجب الآن البناء على هذه المباراة التي خسرناها في دور ربع النهائي، لأنه ما لازمش يخفى على الجمهور الرياضي أنه المنتخب الجزائري رجع إلى الواجهة ب4 مباريات نظرا لما جرى في النسختين الفارطتين. رجعنا إلى الواجهة القارية بشرط واحد، عندنا حدث أبرز استثنائي أكثر أهمية من دورة كأس إفريقيا اللي هو كأس العالم. نعم. هنا لا يجب أن الحكم نديروها شماعة ونتخبى وراها. الآن وجب البناء بأكثر. تابعنا المباراة سويا، كانت لديك الكثير من الانفعالات أثناء اللقاء. ما هي أسباب الخسارة؟ 1 2 3. الأسباب الخسارة نبداو بالليكيب تاعنا قبل. نعم. ليكيب تاعنا ليكيب رونترونت أنا ما كل صراحة ما عجبتنيش. كل صراحة ليكيب رونترونت غير كي تلعب افيك ان ميليو تيران زروقي شايبي بلوز موا بوداوي. هنايا درت ان ميليو تيران اللي ما ينجموش يتفاهموا في 3. وحنا ليميسيون اللي فاتت تكلمت وقلت عندهم ميليو تيران قوي، لازم نحوسوا كيفاش ما نخليهمش يلعبوا. كلاونا في الميليو تيران، كلاونا. من بعد ذلك يخرج هاد يخرج زروقي ويخرج ما خرج مازا اللي كان ميور.
لو سول اللي كان يلعب وكان مليح، ولو كان قعد مازا في هذيك لي ديرني مومون ممكن يسجل، لان كنا نكريو كي دخل بولبينا ودخل حاج موسى ودخل بونجاح وكذا، فالي ليسي مازا. هنايا انا رايي المدرب هنا غلط. ليكيب رونترونت يا دي جوار اللي راهم تحب ولا تكره محكورين فيها، ديما مشي يلعبوا يدخلوا توجور رومبلاسون يا انسي دو سويت سي كوم سا. هذه وحده. طريقه لعب ما نثبتناش كاع يديك. عطاه انستركسيون لي زاري لاتيرو ما يطلعوش طلع خطره بعيت نوري ولا هذه وحده. دوكا نتكلموا على الاربيتراج سي ان اربيت تري فيسيو مبعوث تيليغي دي تزط. ها واش دير في الجزائر؟ قال ها واش دار؟ واش يدير؟ كسر لهم اللعب، نرفيهم، قلقهم غير عموان هكذا حاجه يا كارطون يا فوت. مت بلوس دو 7 كارطون الجزائر. هما ما كاش كارطون، الله يعلم ما كاش كارطون كاع واحد للحارس واقيلا ضيع الوقت طال واقيلا ما كاش لي كارطون. سون بارلي دو بينالتي كاع الناس تهضر عليه. بينالتي ما تروح لا الفار لا والو، لا هذا هو معزه ولا طارت. عطاوه ديزانستركسيون، الناس هادو اللي عطاو له ديزانستركسيون طبقهم كيما يلزم الحال. هلكنا سي ان اربيت تري فيسيو، كسر لنا المورال تاع لي جوار، خوف لي جوار لانه ولاو يخافوا يروح كاش طاق ولا كذا، ولاو يخافوا. هدمنا الاربيت اليوم، انا نقول لك هدمنا، ولو هما يميريتيو لا فيكتوار باش الناس اللي تشوفنا ما تقولش لازم يكونوا رياضيين. ما تقولش انا نحصلوا في الاربيت. نو نهضروا كوتي سبورتيف. نيجيريا ميريتي بلانمون لا فيكتوار، ولكن الاربيت اليوم ما سكرنا. انا نقول سي اون هونت لا كاف، سي اون هونت لو فوتبول افريكان، سي اون هونت اللي فيديراسيون افريكان اللي ما يتحركوش ولاو يمشيو بالتيليكوموند. الناس ولا تمد اوامر باينه ان كوب دافريك ديريجي. اي لا سي ني بلو دو فوتبول، خلاص سي تيرميني. دوكا البارح كنا في ليميسيون قالوا لي اسكو تي بور كي يجيبوا من الكارو دومي ودا يجيبوا دي زاربيت اوروبيان. كي قلت لهم رضوان قال لي واش يقولوا دوك لي زافريكان؟ يا بلو دو كاف، سي تيرميني، سي اون هونت. هنا طيحوا بالاربيتراج افريكا، وراو بلي لي زاربيت يمشيو كيما يقولوا لهم. دونك يا بلو دو كاف، انايا واش غايدني الناس اللي على تيت دو لا كاف اون بيرسوناليتي، ما نقولش اون بيرسوناليتي، نقول ان اوم دافير تري ريش. مي دو كيل دينيتي، افيك كيل دينيتي، كان مام تكسب مال قارون ولا ويتقابلك لي اون فاس انسان متواضع، بصح هذا عنده دينيتي، عنده شخصيه، عنده شرف، ما يقبلش كون تي ان باترون دون كاف كيما هاديه اللي حاكمه لو فوتبول افريكان. سي اون هونت بور لوي كا بريزيدون دو لا كاف، سي اون هونت بور لا كوميسيون داربيتراج اللي راه يدير في هاد لي زاربيت وراهم يمشيو فيهم الناس بالتيليكوموند. يا العام اللي فات ولا العام اللي فات ولا شفيت كنت تجبدوا لي فيديو، قلت لكم بلي لا كوب دافريك امبوسيبل نديوها حنا. قلتها لكم امبوسيبل. قلتوا لي علاش؟ قلت لكم امبوسيبل. لا كوب دافريك 95% ديريجي، راهي رايحه لطريق وحده تحبس لتما. ابارتير دو مومون اللي ولا الفوتبول يديريجاو لي زاربيت يديروهم في الجيب، يا بلو دو فوتبول. اسمح لي، يا بلو دو كاف، اون ريسبكت بلو لا كاف هذه. انا لياج لا ريسبكت بلو، سي اون هونت فوتبول افريكا هذا. ميدو، محلل قنوات ليكيب الفرنسية الصحفي غريغوري شنايدر قال ما سيكون جيدا هو أن نكسب بعض الوقت ونعطي الكأس مباشرة إلى البلد المنظم، وأن نتوقف عن اعتبار أنفسنا متفرجين أغبياء. يعني انتقادات كبيرة لحكام هذه الدورة، خاصة فيما يتعلق بمساعدة البلد المنظم في تجاوز منافسيه. وقال يجب أن نتوقف عن إهانة كرة القدم وعن إهانة اللاعبين لأنهم في النهاية الضحايا الأوائل لما يحدث. وقال ما رأيته في مباراة المغرب
الكاميرون لا يصدق إطلاقا ولا يمكن تقبله في مباراة بهذا المستوى. في كل مرة تحتسب فيها ركلة جزاء لصالح الكاميرون نجد أن الخصم على بعد متر واحد فقط يمنع اللاعب السريع دون أي تدخل حازم من الحكم، وقال بأن الحكم ترك المباراة تخرج عن السيطرة بشكل واضح، وقال كانت هناك ركلة جزاء واضحة للمنتخب الكاميروني لا تحتمل أي جدل، وكل شيء ظهر بجلاء أمام الجميع. وقال انظروا إلى تصرفات الحكم فهو متضايق ويشعر بأن هناك شيء غير طبيعي يحدث. هذا في نهاية المباراة. ميدو 4 حكام كان قد تم تسريب أسمائهم قبل المباريات الربع نهائية، ثم تغير ال4 حكام بين فينة وأخرى. ولأول مرة أنا متابع جيد لنهايات كأس أفريقيا، لأول مرة المباراة بقي عليها 24 ساعة وهوية الحكم غير معروفة، والكاف تراسل للحكام وتقول لهم ابقوا على أهبة الاستعداد وراقبوا إيميلاتكم لأننا سنراسلكم ليلا من أجل تعيينكم لتحكيم هذه المباريات. يعني عيب كبير ما حدث ليلة مباريات الدور الربع نهائي. وقال لك مالي قلت انا في الديبار سي كوب دافريك ديريجي ابخي اللي عنده ان تيتر ناض فيه الحشيش سي المومون بور شونجي لا كاليتي دو تيتر. انا جو بونس كو هاد لا كوب دافريك سيتي دال الديبار تراسي. يا اون ايكيب اللي عندها لي زافونتاج كاع ولي ميور زيكيب اللي يكونوا بوتيتر دي كيش يقولوا منافسين فو لي كاسي فو لي ستوبي فو فار دي مانيير سوف سي على الافريكان. Sauf le football africain ne se développera jamais. Jamais, jamais. Parce qu'il y a des gens, c'est des vendus. Au niveau de l'institution, il y a la Confédération africaine du football. La Confédération africaine du football, c'est le terminus des fédérations dans le monde entier. Ce qui se passe au niveau de la CAF ne se passe dans aucune fédération continentale dans le monde entier. نو باش يلحق الميساج ديريكت. المهم ما يحدث في الاتحاد الافريقي لكرة القدم لا يمكن ان يحدث في اي اتحاد قاري في العالم. احنا ماناش نتحدثوا على التحكيم كشماعه، لكن ما حدث امس وما حدث في الدور الثمن النهائي وما يحدث اليوم وما سيحدث ايضا في الدور النصف النهائي وما سيحدث في الدور النهائي سي تراسي دال ديبار. هذا ما غلطش سكيلا ديوي، انا قلت امس ايضا. كاس افريقيا مضروب في مصداقيتها منذ بدايتها. ميدو ركله جزاء امام جزر القمر خلينا من هذه من 2015 وغينيا الاستوائيه ضد تونس. نتحدث عن هذه الدوره. المغرب تملك منتخب محترم، هل هي بحاجه الى مساعده الحكام؟ لماذا تلطخ تأهلها بالحديث دائما عن مساعدة الحكام؟ Les investissements اللي نداروا au nom de la CAF, les crédits bancaires اللي نداروا au nom de la CAF pour la construction des stades, pour d'autres choses. Il faut qu'il y ait une rentabilité en face. Impossible la Coupe هذه تخرج من بلاصة واحدة. Ça sera ما باليش pour ne pas dire la fin du monde, mais مستحيل الكأس هذه تخرج من مكان واحد. لذلك أعتقد بأن مباريات النصف النهائي والنهائي هي فقط شكلية في انتظار ما سيحدث، لأنه ما سيحدث هو ما حدث في الثمن والربع وسيحدث في النصف والنهائي. محمد أنا كل ما قاسي سعيد، هل لعبنا اليوم أمام أقوى منتخب في هذه الدورة؟ واحد من أقوى المنتخبات طبعا هذه معروفة، لكن هل هو أقوى منتخب في هذه الدورة؟ إلى حد الآن وشفت بعيني؟ نعم أقوى منتخب. أقوى منتخب هو منتخب نيجيريا. نعم. ولكن ما يشفعش فيه هذا. مهما كانت عنده القوة ديالو ما راح تشفع فيه محمد. ألا تعتقد بأننا اليوم كنا قادرين أن نقدم أفضل؟ قاسي سعيد صحيح الحكم حرمنا من ركلة جزاء وكان هناك خبث تحكيمي كبير في إدارته للمباراة، لكن حتى نحن لم نكن في أعلى مستوى، لم نقدم تلك المباراة الكبيرة التي تشفع لنا بالمرور إلى الدور نصف نهائي. شوف محمد، خلاص الحكم تكلمنا عليه. نعم تكلمنا عليه. اليوم الناس كثير يقول لك ما نغيرش الفريق اللي ربح من قبل. نعم. المدرب الذكي عارف راح يلعب ضد شكون؟ ضد نيجيريا. يقدر يغير حتى المنتخب الفريق تاعك لو فاز المقابله الاخيره، ولكن تقدر تغير. نعم. اليوم تكلم امين قال لك حبينا نخرجوا بالكره وما قدرناش نخرجوا بالكره. علاش ما قدرناش؟ لان اللاعبين تاع نيجيريا كانوا دايرين علينا ضغط في المنطقه ديالنا.
هنايا اي مدرب ولا اي لاعب واش يدير كي ما ينجمش يخرج يحوس على الكره الطويله. لكن اسمح لي قاسي ساعة، اسمح لي حتى نتناقشوا شويه في هذا الموضوع لانه مهم جدا ما قاله امين، خاصه من الناحيه البدنيه. نيجيريا استفادت من يوم راحه لعبت يوم قبلنا، صح او لا؟ نيجيريا لعبت مباراة سهلة جدا أمام موزمبيق وفازت 4-0 في الدور الثمن النهائي. أنت لعبت 120 دقيقة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية اللي كان هزم نيجيريا وتأهل إلى ملحق نهائيات كأس العالم. إذا علاش قلت لك كاين عدة مسببات. احنا الطريق تاعنا كان واعر، كان صعب، كان شاق، الحظ لم يخدمنا أثناء عملية القرعة. اليوم اضطررنا للعب مباراة بدنية أخرى قوية بعد 3 أيام فقط من مواجهتنا للكونغو الديمقراطية واستنزاف طاقتنا 120 دقيقة كاملة، في حين أن نيجيريا كان مرتاح قبلنا ب 24 ساعة ولعب مباراة سهلة 4-0 أمام منتخب موزمبيق. ما دام أنكم متفقون بأننا كنا اليوم بعاد بدنيا، نعم ما زال ميدو ما زال ما تكلمتش، عارف ما زال ما أعطيتش رأيك، لكن نشوف الجماعة متفقة بأنه اليوم كنا بعاد بدنيا. الآن سهل جدا أمين مثل ما قلت أنه نأتي بعد المباراة ونقول لو كان لعبنا ب3-5-2 نكونوا أفضل، لو كان لعب عبد اللي مكان زروقي نكونوا أفضل، لو كان دخل بونجاح في كقلب هجوم ومشى عمورة على الرواق الأيسر نكونوا أفضل. لكن كل هذه تبقى مجرد تكهنات وماشية وفي في في علم الغيب. لا نعلم إن كان دخل بونجاح. اسمح لي بن شيخ نعطيك الكلمة أنا نوضح الفكرة فقط بن شيخ، لأنه سهل بعد الخسارة الانتقاد، لكن هذه الانتقادات ما كانتش بعد مباراة الكونغو رغم انتقاد محمد، هذا تحليل. معليش باش ما نروحوش للباب الانتقاد. هذا رؤية بن شبير وفقط محمد تلزم بن شبير لا تلزم اي احد. ماشي مشكل امين، ما رانيش ننتقد، راني نحلل محمد. امين انت حللت وقلت اني الوم المدرب لانه لم يفعل كذا، ولو فعل كذا لكان كذا. كلها تبقى في باب لو كان بونجاح، لو لم يدخل زروقي، لو دخل فلان، لو دخل علان. أنا حبيت نختصر الموضوع ونقول بأننا مادام كنا ضعاف بدنيا وماشيين في المستوى بدنيا، احنا لو لعبنا بأي خطة أمام هذا المنافس القوي اليوم النتيجة ستكون حتمية، ستكون نفسها. هل تعتقد بأنه بمجرد إدخال عبد اللي مكان زروقي كنت اليوم ستفوز على نيجيريا بهذا المستوى؟ ماشي بمجرد عبد اللي وزروقي. على هذا أنا أقول لك أمين، خليني نكمل الفكرة. اليوم في التغييرات كانت يجب أن تكون في التشكيل. أنت تحدثت أمين، خليني نقول رأيي ورانا نتناقشوا. الآن خسرنا وأقصينا، ماذا بينا نستخلصوا الدروس ويكون النقاش بناء ونستفيد جميعا. أنا في رأيي ماشي لو كان دخل اليوم بنجاح كقلب هجوم تحول عمورة الجهة اليسرى راح نفوزوا على نيجيريا. عمورة ما يلعبش أصلا. خلاص وصل، لا تحدث آمين. تفضل ميدو تفضل. أعتقد بأنه قاطعني 17 مرة. نعم. تحدث مثل ما يشاء، ولما جيت نتحدث قاطعني 17 مرة. تفضل ميدو. الجزائري بعد إقصاء المنتخب الجزائري بعد الخسارة أمام نيجيريا ب2-0 وانتقاد الإعلام الجزائري التحكيم وصفا إياه بكارثي، وأن كل هذا من تخطيط القجع وموتسيبي للإطاحة بالقوة الضاربة الجزائر. لذا قبل البدء في مشاهدة الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة